اهلا بيكم، معاكم اسلام خالد والكلام عليه. شمس دثيلي امي. كل اللي انا فيه سببه اني معاك. امي اللي حنانها مغطيني في حضنها وانسى الالم وبحس بالدفء. حابب طبعا يا جماعه اعاد على كل امهات مصر واقول لهم كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم واحلى امهات في الدنيا. فيديو النهارده يا جماعه بيتكلم عن الام. الام اللي شقيت، اللي تعبت، اللي شالتنا في بطنها 9 شهور، ودايما بتقول لنا الجمله دي لما بنيجي نزعلها ولا حاجه، وتقعد تقول يا خساره البطن اللي شالتكوا 9 شهور. يا ما جاب الغراب لامه. لا، الغراب جاب لامه يا ماما، جاب لها ضغط وسكر وقلب. بس الصراحه الام عندها حق. الام بتتعب لغايه لما بتولد، وحاليا لسه بتتعب لغايه دلوقتي في تربيه اولادها. صح. الام يا جماعه حاجه ما تتعوضش. سيبك من التهزيئات والاسى، هي الام لما بتيجي تقسى على ابنها او بنتها بتقسى عليها عشان تخليها احسن بنت او احسن ولد في الدنيا. مال هي مش بتعمل كده عشان كرهاك ولا كرهاكي، هي بتعمل كده بس عشان تخليكي احسن حد في الدنيا. طبعا ما ننساش لما الام مثلا بتيجي تندى على ابنها او بنتها مره واحده بس، ولو انت بقى ايه رديت عليها هي بتبقى عايزاك تجيلها. يعني مثلا انا امي لما بتيجي تندى عليا بتقول لي يا اسلام مره واحده، وانا اقول لها نعم يا ماما. هي عايزاني اجي، يعني هي عايزاني اجي عشان تقول لي اعمل كذا، انزل هات كذا، بس كده. لكن اللي هو يا اسلام ايوه يا ماما، يا تعال مش عارف ايه، حاضر، تلفون، شجر كليوباترا، بكشويت، اندومي. يعني هي عايزه يبقى فيه كونتاكت كده، يعني اللي هو ايه، الام تبقى دايما ايه عايزه ابنها او بنتها تيجي عشان تشوفها عايزه ايه. وما ننساش طبعا ان الام عندها سحر، لا اعلم بقى مخويه جن ولا ايه. يعني حصل موقف كده ان انا كنت بدور على هدوم ولا حاجه كده، فانا مش لاقيها، دورت قلبت الدنيا، انا بس اروح اقول لها يا ماما التيشيرت او البنطلون انا مش لاقيه، فهو راح فين ولا كده، انا دورت، فممكن تيجي تدور عليه. هي تقول لي بس ايه جمله، ولو جيت جبته لك تعالي جيبيه. اما لو لك مفيش حاجه على الترابيزه، مفيش حاجه على الترابيزه، وانت مصره على الترابيزه على الترابيزه. ايه ده؟ بس كده تحس ايه ان معاه خاتم سليمان. الجن فاهم ايه، اول ما سمع الجمله دي على طول راح جاب الهدوم وحطها على السرير. تقوم هي على طول بكل بساطه داخله ايه، ما بتدورش، هي داخله حددها طلع الهدوم. سبحانه. الموقف ده حصل معايا اكتر من مره، واكيد حصل معاك. يوه كتير. وطبعا احنا عارفين موضوع الشرابات اللي هو ايه، بيبقى شراب في حته واخته ما تعرفش فين. بس الام بقى ايه حرفيا ما بتهداش الا لما تقلب الدنيا وتلاقي اختها. اما بقى عن حاجات تانية بقى، الشبشب اللي بترميه من اول رميه وبيلزق في قفاك، عمرها ما خيبت. ونفتكر بقى ايام بقى ما كنا بنضرب بالشماعه. والله العظيم انا كانت نص شماعات البيت كانت بتتكسر على قفايا. بس ده طبعا ما يخليناش ننسى ايام الجميله اللي امنا كانت فعلا شيء اساسي في حياتنا، وان احنا ما نقدرش نعوضها او نستغنى عنها، لان فعلا الام حاجه جميله جدا. والاب كمان، عشان ما اضطردش بس. بكل هدوء. والله يا ابن الكلب. لا بجد والله العظيم يا جماعه، الاهالي حرفيا من احلى الناس اللي في حياتنا، من احلى الاهالي اللي في حياتنا. انت مثلا لو مالكش اصحاب، مالكش اي حد قريب منك، فهم اهلك فعلا هم اللي قريبين منك، وهم فعلا اللي يستحقوا كل خير. وفي نهايه الفيديو بتاعنا حابب طبعا اشكر كل ام واعيد عليهم واقول لها كل سنه وانت طيبه، يا احلى ام في الدنيا ويا احلى ست مصريه اصيله. شكرا على التربيه، وشكرا على تعب السنين اللي راح واللي مازال لسه موجود. وشكرا طبعا للابهات وللاهالي اللي تعبوا فعلا على عيالهم عشان يبدلهم مستقبل كويس. وما تنسوش تشاركوني المواقف اللي انتم مريتوا بيها مع مامتكم، وما تنسوش اللايك والشير والكومنت. ولو انت مش مشترك في القناه انزل اشترك فيها وفعل زرار الجرس عشان يجيلك كل جديد. والكلام على ايه؟